سؤال غالبا جوه كل حد فينا. ليه ممكن حد يعتدي على طفل؟ ليه ممكن حد يكسر حدود حد صغير؟ الطفل هو لغاية 18 سنة. ليه ممكن حد عنده 30 سنة ولا 35 سنة ولا أكبر يضايق حد عنده 18 سنة أو 19 سنة أو 17 سنة؟ بيتهيألي كلنا بنسأل نفس السؤال. ليه ممكن حد يكسر حدود طفل جنسياً؟ ليه حد ممكن يعتدي عليه جنسياً ويعمل فيه العمل البشع اللي كلنا متفقين إنه عمل بشع؟ غالباً أول إجابة ممكن تيجي في بالنا لو سألت حضراتكم دلوقتي هتقولوا لي مجنون، ده مش طبيعي، ده أكيد مريض. الحقيقة اللي أنا عايزة أحطها قدامكم النهاردة هو إنه مش مريض عقلي، أنا موافقة إنه مريض نفسي. عارفين لو مريض عقلي إيه اللي هيحصل؟ القانون مش هيحاسبه، مش هيتعاقب، لكن القانون بيجرم قضية التحرش الجنسي. حتى القانون الدولي كمان بيعاقب على التحرش الجنسي. فأنا لو قلت إنه مريض عقلي ده معناه إنه مش مدرك هو بيعمل إيه ومش مسؤول عن تصرفاته. لكن اللي أنا بقوله النهاردة إنه مدرك كويس قوي هو بيعمل إيه ويقدر يوقف نفسه قبل ما يعمل كده. ولكن عارفين فين المشكلة؟ المشكلة إنه مضطرب نفسياً، إنه مريض نفسي. لو المرض بالنسبة لك إنه مختل عقلياً فهو مش مختل عقلياً. لو المرض بالنسبة لك إنه يا حرام مش عارف يتحكم في تصرفاته، هو عارف يتحكم في تصرفاته. لو المرض بالنسبة لك هو تشوه حصل له في الصغر وهو بيكبر وهو بيتربى في مجتمع ما كانش صحي، هو مريض نفسياً بالطريقة دي. ممكن المتحرش ده يكون شخص باين عليه من بره إنه عادي. أنا فاكرة كويس قوي إنه في ندوة من الندوات سألنا الناس وقلنا لهم ممكن توصفوا لنا شكل المتحرش؟ الناس كلها كانت بتميل إنه شخص شكله وحش وقاسي وشكله مش طبيعي. غالباً محدش كان بيقول إنه شخص يبان عليه إنه طبيعي وعاقل ولذيذ وطيب وكمان بيحب الأطفال. ولكن اللي أنا عايزة أقوله النهاردة إنه يميل المتحرش إنه يبان عليه إنه طبيعي، لأنه هو عايز يبين إنه طبيعي فما يتشكش فيه. يميل المتحرش إنه يدينا الإيحاء إنه ما فيهوش مشكلة فنطمن ونسيب ولادنا معاه أو إحنا نفسنا نقضي وقت معاه. عارفين؟ المتحرش مش مجنون، المتحرش مضطرب نفسيا، مريض نفسي. حصلت له حاجات كتير قوي في طفولته خلته يبقى معتدي جنسيا، خلته يبقى متحرش جنسيا. أنا عارفة إنه ممكن نميل إنه المتحرش ما يكونش باين عليه بشاعة العمل اللي هو بيعمله أو وحاشة الفعل اللي ممكن يعمله مع شخص تاني، لكن يميل المتحرش إنه يلخبطنا، يبان عليه طبيعي، عاقل، لطيف، بيحب الأطفال. وده اللي يخلينا نطمن إنه نسيب أولادنا أو ولاد ناس في الأسرة بتاعتنا معاه. عايزة أقول لكم على حاجة، هو مش هيبان على منظره من بره إنه متحرش، بالعكس دي حاجة من الحاجات اللي بتلخبطنا، إنه شكله كويس قوي. خليني أقول لكم إنه محدش فينا هيختلف عن بشاعة وقسوة الفعل الجنسي اللي ممكن حد يتعرض له. اللي أنا عايزة أقوله إن المتحرش مش مجنون، المتحرش فاهم هو بيعمل إيه. المتحرش بيخطط وبيلاحظ الطفل اللي يعتدي عليه وبينقي أنهي طفل ينفع يعمل فيه كده. اللي أنا عايزة أقوله إنه ممكن يبقى حصل لك وإنتي صغيرة زمان، وممكن تميلي إنك ما تصدقيش، تستسهلي إنك ما تصدقيش. ممكن كمان تلومي نفسك وتقولي أنا اللي غالباً خليته يعمل كده. والحقيقة دي أكتر حاجة بتضغطنا، إن أنا ألوم نفسي إنه المشكلة كانت مشكلتي، إنك تلومي نفسك وتحملي نفسك المسؤولية. بس اللي أنا عايزة أقوله لك النهاردة إنها ما كانتش غلطتك، ما كانتش غلطتك لما حصل فيك الاعتداء وما عرفتيش تتكلمي.